لو لم تكن من عشاق هارلي ديفيدسون يبقى أكيد القناة دي مش هتكون مناسبة ليك. حلقة النهاردة عن أيقونة من أيقونات هارلي ديفيدسون، ولدت في ميلواكي ويسكونسن وصنعت شهرتها في هوليوود. إنه يا سادة الفتى السمين، أو كما سماه ويلي جي ديفيدسون The Fat Boy. طيب قبل ما اكلمكم على تاريخ هذا البايك، حابب اقول لك انك تقدر تروح مباشرة لو حابب تسكيب هذا الجزء للرايدنج ريفيو بتاع الفات بوي 2025 عن طريق الشابترز اللي موجودة على التايم لاين. لكن انا بقى ريكومند ليك، برشح لك انك تتفرج على الجزء ده، لانه تاريخ البايك جزء اساسي من تجربة هارلي ديفيدسون، وذر انت هتمتلك البايك ده او انت اوريدي تمتلكه. زي ما انتم عارفين هذا البايك ظهر للعلن اول مرة سنة 1990، وكان من تصميم العظيم بل الأعظم ويلي جي ديفيدسون، واحد من أفضل مصممي الدراجات النارية في التاريخ. لكن على غير ما ناس كتير فاكرة، البايك ده ما خرجش فجأة سنة 1990. الحقيقة إن هو ظهر كبروتوتايب سنة 1988 لما ويلي جي أخدها في رحلة من ميلواكي ويسكونسن إلى دايتونا بايك ويك. كان هدفه إن هو ياخد فيدباك من الرايدرز البايكرية الحقيقيين، ما كانش بيعتمد على الماركت ريسيرش وتقارير الشركات الأبحاث، كان عايز يسمع من الناس اللي بتركب فعلا. الناس هناك انبهرت بالسوليد ديسك ويلز، بالفات فندرز، بالراوند هيد لايت، بالبيتش هاندل بار، الهيئة العضلية الماسكولر لوك بتاعت البايك. في وقت كانت الموديلات زي السوبر جلايد والوايد جلايد والسبورتستر كانوا أقرب للسليم تشوبر ستايل. الفات بوي كانت أول ماسل كروزر حقيقية في هذا الشكل. رجع ويلي جي ومعاه فيدباك إيجابي جدا، لكن أكيد ما كانش متوقع أن البايك ده هيبقى أيقونة عالمية. في عام 1991 المخرج العالمي جيمس كاميرون، مخرج باي ذا واي فيلم تايتانيك وافاتار، كان بيخرج الجزء الثاني من فيلم ترمينيتور 2 جادجمنت داي، وطلب من فريقه ان هم يدوروا على بايك للمشهد الاسطوري اللي كلنا عارفينه بتاع تي 800 اللي كان بيقوم بدوره ارنولد شوارزنيجر. لفوا على كل الديلر شيبس في لوس انجلوس يصوروا بايكس مختلفة ويبعتوها له. اول ما شاف الفات بوي قال هو ده. المهم جدا انه هارلي ما كانش ليها دور رسمي في البرودكت بليسمنت. الفريق اشترى 5 بايكس من السوق، 4 منهم اتدمروا تماما في التصوير، واحد بس هو اللي فضل ومعروض حاليا في متحف هارلي داخل ميلواكي. الفيلم نجح نجاح مبهر، والفات بوي بقت أيقونة، وده حاليا بيدرس كبزنس كيس في كتير من الجامعات. يعني الحقيقة ان دي كانت قبلة الحياة لهارلي، لان الشركة كانت خارجة من فترة صعبة جدا في السبعينات، فترة ملكية AMF، وفي نفس الوقت السوق الامريكي كانت تغرق بالدراجات اليابانية اللي كانت جاية من اليابان، زي هوندا وسوزوكي وياماها وكاوازاكي، دراجات ارخص واعتمادية وديورابيليتي وريلايبيليتي اعلى. اطلاق اسم فات بوي على هذا البايك كان رسالة واضحة جدا للصانع الياباني. تعالوا نبص كده، اول قنبلة في الحرب العالمية اللي نزلت على ناجازاكي كان اسمها ليتل بوي، والقنبلة الثانية كان اسمها فات مان. لما تجمع الاسمين فات مان وليتل بوي يبقى طبيعي ان اسم فات بوي يخليك تستشف العلاقة. أول إصدار من الدراجة كان بيجي باللون السيلفر اللي شبه جدا القاذفة اللي أطلقت القنابل على هيروشيما وناجازاكي. لما تيجي تبص على البادج هتلاقي فيه نجمة تمثل الجيش الأمريكي وجناحين يمثلوا سلاح الجو الأمريكي اللي أسقط القنبلتين. الطابع كان صناعي عسكري. صعب يا ويلي جي وصعب يا هارلي ديفيدسون إن كنتوا تقولوا إن دي كانت صدفة. ما فيش دليل رسمي بيأكد العلاقة، لكن في سياق الصراع مع الصناعة اليابانية الرسالة أظن واضحة جدا. دي وجهة نظر تحليلية مش تصريح رسمي. دلوقتي تعالوا نبص على تاريخ الفات بوي اللي أنا بقسمه إلى 3 فترات. الفترة من 1990 إلى 1999، وكانت مميزة جدا بالإيفولوشن إنجن ال 80 كيوبيك إنش اللي هو ال 1340 سي سي اللي كان بيجي كاربريتد. وأنا باي ذا واي أمتلك فات بوي 98، وأقدر أقول لك إنه صوتها طربي حقيقي، وهي حاليا موجودة عن تايمليس موتوسايكل جراج في دبي لو حد حابب يروح يتفرج عليها. ثم الفترة الأخرى من 2000 ل 2017 عصر التوين كام. طبعا ظهرت بالتوين كام ال 88 ال 96 ال 103، ولكن في هذه الفترة أهم إصدارين كانوا 2005 و2006، لأن كانوا بيجوا بالسي في او فيرجن اللي هو الكاستم فيكل اوبريشنز، وكانوا طبعا بيجوا ببين جوب يعني فظ جدا. ما كانش أكتر بين جوب أنا بحبه، بس كان مميز
مميز يعني، بمحرك ال 103 1690 سي سي. ثم الفترة الثالثة وهي ما بعد 2018. 2018 كانت سنة محورية في تاريخ السوفت تيل، لأن غيروا التوين شوكس اللي كانوا بيجوا أندر الموتور سايكل إلى 1 مونو شوك تحت السيت، ولكن بالأخص في الفات بوي غيروا الفرونت ويل والرير ويل. الفرونت ويل بقت بتيجي فيري فات 160 ملم، والرير ويل بقت 240 ملم، ودي أكبر رير ويل موجودة في اللاين اب بتاع الهارلي ديفيدسون. تحولت البايك إلى something very muscular، بتبظ بالعضلات زي ما بنقول من كل حتة. ثم الإصدار ال 30th anniversary في عام 2020، وكان إصدار مميز جدا أنا بحبه قوي. It's a very blacked out يعني فيرجن من الفات بوي، وأنتجوا منها فقط 2500 وحدة، وكان بيجي فيها بعض اللمسات البرونز، وطبعا كانت بتيجي بالملواكي 8 ال 114 انجن، وده كان بيميزها بشكل كبير. ثم طبعا الاصدار اللي ظهر لنا السنه اللي فاتت 2025 الجراي جوست، اللي هو بيريكوجنايز ال 1990 فيرجن اللي جت بالملواكي 8 117 انجن، وجت بالكروم سيلفر بينت جوب اللي هو بيتنتد عشان يديك هذا اللمعان وهذا الشكل، وطبعا جت بكل السيفتي فيتشرز، الكوردنينج اي بي اس اللي هي الاسيست، التورك سليب كنترول، التاير بريشر مونيتورنج. الجيومتري بتاع البايك ما اتغيرش، تعالوا نتكلم عليه شويه قبل ما نروح نعمل الريل رايدنج ريفيو. البايك دوت معمول more for the show واكتر for straight lines. يعني احنا زي ما اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت على الرود كينج، هو في وجهه نظري هو رمانة الميزان. الريك بتاعه 26 درجه، الريك بتاع الفات بوي 30 درجه، وبالتالي هو اصعب في التيرنز وفي التويستيز، وطبعا بسبب الرير تاير اللي هي 240 ملم والفرونت تاير 160 ملم، التيرنز بتبقى صعبه جدا في التويستيز وفي الكورنرز، وبالتالي هو مش مريح قوي على اللونج رايدز. وان كان في ناس بتحط هاندل بارز عاليه وبتحط باك ريست وبتحط باجز وبتطلع رحلات طويله، بس هو مش انسب حاجه لللونج رايدز. تعالوا نروح نتفرج على الريل رايدنج ريفيو للفات بوي 2025، ونرجع نتكلم على البايك دوت بشكل تفصيلي اكتر على الرايدنج اكسبيرينس بتاعته. وأنت تقود هذه الدراجة الفات بوي الأيقونية من هارلي ديفيدسون، تشعر أنك تمتلك الطريق، بل أنك تمتلك العالم بالكامل. على رأي المصريين كأنك بتقول يا أرض تهدي ما عليكي أدي. طبعا الهاندلنج بتاع البايك أفضل مما أنتم تتوقعون، ولكن لا يقارن بالرود كينج اللي زي ما قلنا الريك بتاعه 26 درجة، هنا الريك 30 درجة، بس الهاندلنج is still very good. يعني أنا أقدر أسوق البايك ده لحوالي ساعتين 3 ما عنديش أي مشكلة. الحاجة الوحيدة اللي لازم أعملها هو لازم أرفع الهاندل بار علشان يكون عالي شوية هنا، وإلا هيبقى صعب جدا إن أنا أسوق المسافات طويلة. لكن ساعة ونص ساعتين داخل المدينة I am more than comfortable. اتغير السسبنشن بتاعه في 2018 لما حطوا عليه المونو شوك اللي بيبقى تحت السيت، وبالتالي الهاندلنج بتاعه افضل بكتير، ولكن برضو في الدوران وفي اللف بيبقى مش اسهل حاجة، لانه الفرونت ويل 160 ملم والباك او الرير ويل 240، ودي اكبر رير ويل موجودة في اللاين اب بتاع هارلي ديفيدسون. زي ما انتم عارفين في 2025 ظهر 3 117 انجن، الكاستم، الكلاسيك والهاي اوتبوت. على البريك اوت وعلى الفات بوي بيجي بالكاستم اللي واو 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 واو. الباور خطير، الباور خطير، الباور خطير، الباور خطير. ال 117 انجن ليس له مثيل. وانا هعمل تايد تيرن، بس خليني الاول اعدي العربيات اللي قدامي ديت، وهعمل لكم تايد تيرن في هذا الشارع اللي هو 2 واي لين بالبايك هاندلنج جود. يعني انا عشان اعمل ده بالستريت لايت بتاعي محتاج اعمل افورت اعلى شويه. بالرود كينج طبعا مش هبص اصلا، هلف على طول، لانه الهاندلنج زي ما قلنا قبل كده is almost near perfect handling. لكن البايك الاكسبيرينس بتاعه is really good. يعني اقدر اقول لك انك تقدر تشتريه وتستمتع بيه بسواقه جميله جدا داخل المدينه، وتقدر تطلع بيه رحله او رحلتين او 3 في السنه تعمل بيه تورنج، لانه بيتركب له سادل باجز بسهوله جدا، وبيتركب له باك ريست لو انت حابب تركب باك ريست على السيت دوت او تغير السيت. في 2025 عملوا فول ريفامب للسوفت تيلز، وكلهم بقى بيجوا برايدنج مودز. فزي ما انتم شايفين هنا ده سبورت مود، سبورت، رين،
رود. سو 3 ديفرنت مودز، وطبعا كل السيفتي ميكانيزمز موجوده، الكورنر اي بي اس، التراكشن كنترول، كل الستيب كنترول، الهيل اسيست، كل اللي انت بتتمناه في السيفتي فيتشرز موجود في كل اللاين السوفت تيل بتاع 2025. بايك اسطوري، بايك ايكونيك، ليس عليه غبار. الهاندلنج بتاعه is good طبعا، nothing compared to the Road King, but still very easy to ride, very easy to handle. بتفلات فوت with both your foot على الارض، ما عندكش اي مشكله، خصوصا للناس اللي هي طولها مش كبير قوي. It's a very good bike. I highly recommend it لو انت بتحب الايكونيك heritage بايكس، خصوصا اللي جت من حقبه التسعينات زي الفات بوي. وطبعا في نهايه الحلقه ما اقدرش اقول غير انه هذا البايك سيظل one of the most iconic bikes في اللاين اب بتاع هارلي ديفيدسون. لا اتوقع ان هم هيتخلوا عنه في الوقت القريب، بالرغم انه مبيعاته في امريكا مش عاليه جدا، مبيعاته في اوروبا وفي بقيه دول العالم اكتر، ولكنه سيظل جزء اساسي من تاريخ هارلي ديفيدسون. اي واحد اتولد في الستينات او في السبعينات او الثمانينات او التسعينات حتى اكيد اتفرج على فيلم ترمينيتور، ولما تيجي تقول له هارلي ديفيدسون اول حاجه بتيجي في باله هو الفات بوي. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، وانتظرونا بمحتوى افضل في الحلقات الجايه.